هذه الله عليكم يا مبدعين. ماجد جنابي، قلم الحسين، لماذا قلم الحسين؟ والله يعني انا من كتبتها كانه اتخيل يعني انه اتخيل انا بالمعركه، او اتخيل انا واحد من بالمعركه. هل كنت جندي؟ جنود الامام ام اكيد جنود الامام. لا يعني اتخيل نفسي انه واحد من الجنود، لكن نعم. يعني كانت مهمتي انه ادون او اكتب، او يعني المهم يعني عشت الحاله كانه كان مراقب للقصيده هو الامام. على كتبتها بخوف وانه واحد يراقبك وانت تكتب. الامام عليه السلام والامام يراقبك وانت تكتب القصيده، فاكيد يعني خوف يصير. متى كتبت هذه القصيده؟ والله منذ زمن يعني اعتقد هي 2000، بين 2001 2000 2002 يعني هالفتره هذه. طبعا انا يعني اتقصدت اسال هذا السؤال وتحديدا بقلم الحسين، لان انا سامعها، وطبعا مشاطب من الرئيس اكثر من مره بامسيه او بمهرجان السدب. هل ولدت قلم الحسين ولم تقبل تولد قصيده حسينيه اخرى من بعدها ام؟ والله لا بصراحه اكو عندي يعني نوع من بالنسبه للقضيه، انا ما اريد ادون واقع، بس يعني القصيده الحسينيه من نرد اكتبها احاول يعني نخلق بها فد فكره. نعم. فد موضوع. كتبت هواي قصائد من ضمنها يعني كانت هيك عن قصه مسيح بعرفه يغتاب، يسمع صوت بذله ولا ويعاتب، هيك هل من ناصر ينصرنا على الكفار، لاصحاب الكتاب النصر واجب. كانت تتحدث عن المسيحي نعم. اللي ناصر الامام نعم. الحسين. كذلك كتبت قصائد يعني مقاصير، لكن مثل ما تفضلت انا احاول القصيده تكون هي مبدئيه، تناقش الفكره بها، مو شرط الا تكون يعني دماء وسيوف من هذا الباب. نعم. نسمع قلم الحسين ان شاء الله. القصيده تنكتب لك الرفض، القصيده تنكتب لك الرفض، والقصيده تنكتب لك تنشر، والخيال يشيل من الارض طفوف، وكان ويا اصحابك باول سطر. اذا انا صرت صنعه هالوجود، واذا انت بتكتب لنفسك شعر. الله من قلت يا حسين اوقفت المسير ورجعتني وياك في بادي الامر، قلت لازم اسمع عباس اللي يصير، لان هو الطاح قبل من المهر. الله. احملت قصتك في شاعر بسيط، وكتبت شطرين يعلن للصبر، صدرك تعنى ويصد سيل الرماح، وكل رمح قدام صدرك ينكسر. والعطش ما كان بس كانت تريد، تعلن اسرار الشرك واهل الكفر، والدليل سهام قوسك من تطيح، كل سهم بالقاع يتفجر نهر. وحملت عبد الله بيدك للجيوش، قبلت نحره ونشخ صدرك جمر، حتى تساوى الارض ويا السماء، وبغلى دم طالب بيوم الحشر. اوقفت قانون يتفند محال، ووضعت قانون بيه اشرف عبر، بيوم راسك على الرمح نادى الجليل، يعني قطع الراس مو موت البشر. يم قضيتك تعجز آلاف الحلول، وبسملة اسمك تطهر كل فكر، من نقول حسين يشتد المصاب وغاضرية تصير بينا بكل دهر. كم قضية الزول يمحيها الزمان، وانت فكرة تجدد لنا بكل عصر. اقبال عينك تنظر اصحابك تطيح، وانت تصرخ زينب وصيت الخدر، وش عظم بلواز زينب بالطفوف، وهي تنظر راسك يذبح الشمر. كل محب لما يحب يرفض شريك، وجزم ما تصفى المحبة ويا الغدر، وانت زوارك فرد واحد تصير، وهي محبتك كلها تساوى البشر. هذا من الله فضل لما نصيح، حسين
كل طاغي يطيح ويندحر. إذا مو من فضل ننصب عزاء، ومو فضل تشوفنا جرح الصدر، ومو فضل تشوفنا جرح الصدر. طق أصواب دلال وصلي، تقطع وحده واصبح، وصلي علي من رد تزورنه، وصلي بنص بيته وحسبها زيارة ليه. الله الله الله.